السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث اللي هو العمليات على الأعداد الحقيقية، والدرس ده من أهم دروس المنهج، فركز فيه كويس جدا جدا وتابع معايا. أول هدف من أهداف الدرس ده عايزين ناخد العمليات على الأعداد الحقيقية. تاني حاجة عايزين نتعلم إزاي بنبسط الجذور. تالت حاجة خواص العمليات على الأعداد الحقيقية. على العمليات على الأعداد الحقيقية، قبل ما نبدأ، لو أنا مديك عدد زي اللي قدامنا ده 2 الجذر التكعيبي للخمسة، كل عدد من دول له اسم. الاتنين اللي قدام الجذر ده بنسميه معامل الجذر. طيب التلاتة اللي بتبقى على الجذر دي اسمها ايه؟ اسمها دليل الجذر. واللي جوه بنسميه المجذور طبعا، والعلامة دي علامة الايه؟ علامة الجذر. في 3 حاجات هنا عايزك تبقى عارفهم كويس جدا. الرقم اللي قدام الجذر ده بنسميه معامل الجذر. الرقم اللي على الجذر ده بنسميه الدليل، واللي جوه بنسميه الايه؟ المجذور. طيب هناخد دلوقتي امثله لحدود جذريه متشابهه. لو انا مثلا اديتك مساله زي دي 2 جذر 3 و4 جذر 3، دول اسمهم حدود متشابهه. ليه؟ عشان هما الاثنين ليهم نفس الجذر. لما اجي اقول لك 3 الجذر التكعيبي للخمس، واجي اقول لك -7 الجذر التكعيبي للخمس، دي برضو حدود متشابهة. ليه؟ عشان ليهم نفس الجذر. يبقى الحدود المتشابهة ليها نفس الجذر ونفس الدليل. طيب لما اجي اقول لك امثلة على حدود غير متشابهة، زي ما اجي اقول لك 2 جذر 5 و3 الجذر التكعيبي للخمس، دول مش متشابهين. ليه؟ لان دول مش نفس الجذر. طيب لما اجي اقول لك مثلا الجذر التكعيبي للخمسة والجذر التربيعي للسبعة، دول حدود مش متشابهة. ليه بقى؟ لأن الدليل هنا مختلف. هنا 3 إنما هنا يعتبر 2، بس طبعا الاتنين مش بتتكتب. تمام؟ طيب هندخل دلوقتي على إيه؟ على جمع وطرح الأعداد الحقيقية. هي العمليات عندنا طبعا 4: جمع وطرح وضرب وقسم. هناخد دلوقتي الجمع والطرح. لو الراجل جه ألف مسألة عايزين نجمع جذر 3 زائد 4 جذر 3، لو جيت سألتك سؤال هم دول حدود متشابهة ولا لأ؟ حدود متشابهة. كنا بنعمل ايه في الحدود المتشابهة؟ بنثبت الجذر ونجمع المعاملات. طيب هو المعامل اللي قدام الجذر ده كام؟ المعامل هنا يعتبر 1 بس مش بيتكتب. يبقى هنا 1، يبقى هنجمع 1 و4. 4 زائد 1 يبقى كام؟ يبقى 5. يبقى اما اجي اقول لك جذر 3 زائد 4 جذر 3 يدينا 5 جذر 3، ده الناتج. طيب خد مثال كمان. عايزين نجمع 3 جذر 5 زائد 4 جذر 5. هنعمل ايه؟ طالما دول حدود متشابهه اثبت الجذر اللي هو جذر 5 واجمع المعاملات. طب المعاملات كام يا مستر؟ 3 و4. 3 زائد 4 يبقى كام؟ يبقى 7. خلينا نخش على المثال الثالث. الراجل عايز يجمع -2 جذر 3 ناقص 4 جذر 3. كنا بنعمل ايه؟ والله احنا هنثبت الجذر، طالما دول حدود متشابهه هنثبت الجذر ونجمع المعاملات. -2 و4 هنثبت السالب ونجمع 2 و4 يبقى 6، يبقى الناتج -6 جذر 3. يبقى طريقه الجمع بتتم ازاي؟ اول حاجه بعملها بثبت الجذر واثبت السالب واجمع دول. 2 زائد 4 يبقى كام؟ زائد 4 يبقى 6. لو لاحظت في المساله دي الارقام هنا -2 و4 دي اسمها حدود متشابهه. الحدود المتشابهه دي بنشتغل عليها ازاي؟ بنثبت الاشاره ونجمع الرقمين. طيب السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ عايزين نجمع 3 جذر 5 ناقص 4 جذر 5. والله هنجمع دول ازاي؟ طالما دي جذر 5 ودي جذر 5 يبقى انا هثبت الجذر واجمع المعاملات بالاشارات. موجب 3 وسالب 4 خدناها بننزل اشاره الكبير ونطرح.
إشارة الكبير سالب، ونطرح 4 ناقص 3 كام؟ 1، بس الواحد مش بيتكتب. يبقى في الحالة دي الناتج هيبقى سالب جذر 5. دي النتيجة الأخيرة. طيب ده بالنسبة للجمع والطرح يا شباب. هندخل بعد كده على الضرب. الضرب ده له كذا شكل. لو أنا جيت مثلا قلت لك عايز أضرب 4 في جذر 3، أول خطوة بنعملها بنضرب الإشارات. طبعا الأربعة إشارتها موجبة، وجذر 3 إشارتها موجبة، فاما أضرب موجب في موجب يبقى موجب، وأضرب 4 في جذر 3 ب4 جذر 3. بكتب العددين جنب بعض. طيب المسألة الثانية، لما اجي اضرب سالب 2 في جذر 3، اول خطوه بنعملها بنضرب الاشارات. سالب في موجب بسالب، 2 في جذر 3 ب2 جذر 3. طيب المثال الثالث، عايزين نضرب سالب 4 في سالب جذر 2، اول خطوه نضرب الاشارات. سالب في سالب بموجب، 4 في جذر 2 ب4 جذر 2، نكتب العددين جنب بعض. طيب السؤال الرابع، عايزين نضرب جذر في جذر. ازاي بنضرب جذر في جذر؟ والله طالما الجذر ده والجذر ده ليهم نفس الدليل، يبقى عملية الضرب ممكنة، يبقى ننفع نضرب. يبقى هنضرب جذر في جذر ازاي؟ لما اجي اضرب جذر في جذر يبقى هنثبت جذر ونضرب اللي جوه. 2 في 3 يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى جذر 2 في جذر 3 بجذر 6. طيب لو انا عايز اضرب 4 جذر 5 في سالب جذر 3، هنضرب الاشارات. موجب في سالب بسالب، 4 في 1 ب4. طبعا ما تنساش ان هنا في 1 بس مش بيتكتب. لما نيجي نضرب الجذر في الجذر بنثبت الجذر ونضرب اللي جوه. 5 في 3 بكام؟ ب15. يبقى الناتج سالب 4 جذر 15. طيب مثال رقم 6، عايزين نضرب سالب 4 جذر 3 في سالب 2 جذر في سالب جذر 2. هنضرب دول في بعض ازاي؟ والله هنضرب الاشارات. سالب في سالب بموجب، بس طبعا الموجب مش بيتكتب. 4 في 1 ب4، جذر 3 في جذر 2 يبقى جذر 6. يبقى الناتج 4 جذر 6. طيب ده بالنسبة لضرب الأعداد الحقيقية. خلينا ندخل بعد كده ازاي اضرب رقم في قوس. ازاي بتتم العملية دي؟ والله يا مستر عشان نضرب رقم في قوس بنمسك الرقم ده نوزعه على الحاجتين اللي جوه دول. بنضرب الأربعة في جذر 3 ونضرب الأربعة في جذر 2 ونحط الإشارة اللي بينهم زي ما هي. فاما اجي اسألك 4 في جذر 3 بنضربها ازاي؟ أول خطوة بنضرب الإشارات. موجب في موجب بموجب، 4 في جذر 3 ب4 جذر 3. طيب موجب في سالب بسالب، 4 في جذر 2 ب4 جذر 2. مستر هو احنا ما ينفعش نجمع جذر 2 مع جذر 3؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن الجذور دي مش متشابهة، الجذور دي مختلفة. يبقى الناتج النهائي هيبقى 4 جذر 3 ناقص 4 جذر 2. طيب المسألة رقم 2، عايزين نوزع السالب 2 على جذر 5 زائد 2 جذر 6. هنعمل ايه؟ سالب 2 هتتضرب هنا وهنا، وأول خطوة بنعملها بنضرب الإشارة. سالب في موجب بسالب، 2 في 1 ب2، والجذر 5 تنزل زي ما هي. سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4، وجذر 6 تنزل زي ما هي. طيب دي جذر 5 انما دي جذر 6، هل ينفع يتجمعوا؟ لا. وطالما ما ينفعش يتجمعوا يبقى الناتج النهائي سالب 2 جذر 5 ناقص 4 جذر 6. ده الناتج النهائي. طيب ازاي اضرب قوس في قوس؟ ركز معايا قوي في الكلام اللي هيتقال. في اولى اعدادي كنا خدنا خاصيه اسمها خاصيه التوزيع. لو انا عندي قوس وقوس جنبه بالشكل ده وعايز اضربهم في بعض بنعمل ايه؟ بنمسك جذر 3 نوزعها على العدد الاول والعدد الثاني، ونمسك الاثنين نوزعها على العدد الاول
والعدد التاني. طيب لما نيجي نضرب جذر في جذر في الجنب كده، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لما اجي اقول لك مثلا جذر 3 في جذر 3، المفروض هنثبت الجذر ونضرب اللي جوه. 3 في 3 ب9. طب والتسعه جذرها كام؟ التسعه جذرها 3. لما جينا ضربنا جذر 3 في جذر 3 يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج 3. طب اما اجي اضرب جذر 2 في جذر 2 يبقى الناتج 2. لما اجي اضرب جذر 5 في جذر 5 يبقى الناتج 5. يبقى اما اجي اضرب جذر في نفسه يدينا الرقم اللي تحت الجذر. لما اجي اقول لك مثلا جذر 10 في جذر 10 يدينا 10. جذر 5 في جذر 5 يدينا كام؟ يدينا 5. تعال نرجع بقى لموضوعنا. ايه اللي هو ايه؟ عايزين نوزع القوس ده على القوس ده. هنعمل ايه؟ واحده واحده معايا. هنضرب الاول في الاول والاول في التاني، التاني في الاول والتاني في الايه؟ في التاني. جذر 3 في جذر 3 ب3. ها، جذر 3 في 4 هنعمل ايه؟ نضربهم في بعض ازاي؟ موجب في موجب بموجب. جذر 3 في 4 ب4 جذر 3. بنكتب العددين جنب بعض. طيب موجب في موجب بموجب. 2 في جذر 3 ب2 جذر 3. يلا ها، موجب في موجب بموجب. 2 في 4 بكام؟ ب8. وهنا تقف لحظه. هنا انت عندك في المساله اللي قدامك دي في حدود كتير متشابهه. لو جينا نبص للثلاثه والثمانيه ينفع يتجمعوا مع بعض. طب هنجمعهم ازاي؟ 3 زائد 8 11. طيب 4 جذر 3 و2 جذر 3 مش دول حدود متشابهه؟ يتجمعوا مع بعض. هنعمل ايه؟ ادي الموجب، هنثبت الجذر اللي هو جذر 3 ونجمع المعاملات. هنجمع 4 زائد 2 كام؟ 6. يبقى الناتج النهائي 11 زائد 6 جذر 3. طب مستر ما ينفعش نجمع 11 زائد 6؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن الستة مضروبة في جذر 3 إنما ال 11 لأ، فما ينفعش هنا تتم عملية الجمع. يبقى الناتج النهائي يا شباب 11 زائد 6 جذر 3. خد مثال كمان. عايزين نوزع القوس ده على القوس ده، هنعمل ايه؟ والله هنوزع، هنضرب جذر 3 في جذر 3 وجذر 3 في 4 ونضرب سالب 6 في جذر 3 وسالب 6 في 4. واحدة واحدة معايا. هنضرب ازاي؟ والله جذر 3 في جذر 3 يدينا 3. طب جذر 3 في 4 يدينا 4 جذر 3. بنكتب الرقمين جنب بعض. ركز بقى. عايزين نضرب سالب 6 في جذر 3. سالب في موجب بسالب. 6 في جذر 3 ب6 جذر 3. سالب 6 في 4 هنضرب سالب في موجب بسالب. الأربعة في 6 ب24. وهنا تقف لحظة. في حدود عندك متشابهة. موجب 3 هتتجمع مع سالب 24 و4 جذر 3 هتتطرح مع 6 جذر 3. طيب هي 3 ناقص 24 كام؟ الإشارات هنا مختلفة. أنزل إشارة الكبير اللي هي سالب وأطرح. 24 ناقص 3 21. طيب 4 جذر 3 ناقص 6 جذر 3 برضه هننزل إشارة الكبير. طب إشارة الكبير 4 ولا 6؟ لا الستة، يبقى هنا ناقص. 6 ناقص 4 كام؟ 2. يبقى ركز، لو الإشارات مختلفة أنزل الكبير وأطرح. إشارة الكبير سالب ونطرح. 6 ناقص 4 يبقى 2 وننزل جذر 3 زي ما هو. يبقى الناتج بتاعي سالب 21 ناقص 2 جذر 3. خد مثال كمان. عايزين نضرب 6 ناقص جذر 3 في جذر 3 زائد 4. هنضرب الستة في جذر 3 والستة في 4 ونضرب سالب جذر 3 في جذر 3 وسالب جذر 3 في 4. 6 في جذر 3 ب6 جذر 3. ها، 6 في 4 ب24. سالب جذر 3 في سالب جذر 3 هنضرب الأول إشارات. سالب في موجب بسالب. جذر 3 في جذر 3 ب3. طيب لما نضرب سالب جذر 3 في 4 سالب في موجب بسالب و4 في جذر 3 ب4 جذر 3. طيب يلا قول لي بقى فين الحدود المتشابهة اللي هتتجمع مع بعض؟
هنجمع سالب 4 جذر 3 مع 6 جذر 3. طيب دي موجب انما دي سالب، انزل الكبير واطرح. ادي الجذر. الكبير هنا اللي هو موجب ولا سالب؟ والله يا مستر الستة اشارتها موجب، يبقى اشارة الكبير موجب تنزل موجب. ها 6 ناقص 4 كام؟ 6 ناقص 4 2، بس طبعا الموجب مش بيتكتب. يبقى ناتج الجمع دول مع بعض هو كام يا شباب؟ هو 2 جذر 3. طيب عايزين نقول 24 ناقص 3. 24 ناقص 3 كام؟ 21. يبقى الناتج النهائي 2 جذر 3 زائد 21. يبقى 2 جذر 3 زائد ال 21. طيب مثال رقم 6. هندخل على جزئية تانية ألا وهي تبسيط الجذر. لو أنا مثلا عندي كسر والكسر ده فيه جذر في المقام، بنتصرف إزاي؟ الموضوع أبسط من البساطة. لو أنا عندي جذر في المقام مش هينفع المنظر ده. لو أنا مثلا عندي جذر في المقام زي مثلا 7 على جذر 3 ما ينفعش. طب بنتصرف في الموقف ده ازاي؟ والله لو انت عندك جذر في المقام بنضرب في المرافق او بنضرب في الجذر بسطا ومقاما. يعني ايه؟ انا عندي في المقام جذر 3، يبقى هضرب في جذر 3 على جذر 3. طب طريقة الضرب بتتم ازاي؟ تعال نخلص البسط. والله اما اجي اضرب 7 في جذر 3 اتفقنا بنكتب العددين جنب بعض، يبقى 7 جذر 3. طب وتحت جذر 3 في جذر 3 يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج 3. يبقى أبسط صورة للمقدار ده هو 7 جذر 3 على 3. يبقى الناتج 7 جذر 3 على 3. طب تعال ناخد مثال كمان. مثال رقم 2 بيقول إيه؟ عايزين نبسط سالب 15 على جذر 5. والله عشان نبسط ده هنضرب في جذر 5 بسطا ومقاما. طيب تعال نضرب البسط كده. سالب 5 في جذر سالب 15 في جذر 5 هيدينا سالب 15 جذر 5. طيب تعالى تحت جذر 5 في جذر 5 ب5. هنقسم هنا على 5 وهنا على 5. 5 على 5 فيها الواحد، 15 على 5 فيها التلاتة. يبقى الناتج سالب 3 جذر 5 على 1 اللي هي ممكن نكتبها سالب 3 جذر 5. يبقى الناتج النهائي للمسألة دي سالب جذر 5. طيب تعال ناخد مثال كمان. الراجل بيقول لك والله يا عم الحاج احنا محتاجين نبسط الجذر ده. 12 على 2 جذر 5، 12 على 5 جذر 2 عايزين نبسطها. طالما في جذر في المقام بنضرب في الجذر بسطا ومقاما، يبقى احنا هنضرب هنا في جذر 2 على جذر 2. طيب 12 في جذر 2 ب 12 جذر 2. طيب ازاي هنضرب ده في ده؟ اول حاجه هنضرب المعامل في المعامل. 5 في 1 ب5، جذر 2 في جذر 2 ب2، اللي يطلع نضربه في بعض. يبقى تاني ازاي بضرب 5 جذر 2 في جذر 2؟ هضرب المعامل في المعامل والجذر في الجذر. 5 في 1 ب5، جذر 2 في جذر 2 ب2. يبقى في الحاله دي الرقم فوق هيبقى كام؟ الرقم فوق هيبقى 12 جذر 2 وتحت 2 في 5 هيبقى 10. طب دي يا مستر ليها اختصار؟ ممكن نختصر هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. 10 على الاثنين فيها الخمسة و12 على الاثنين فيها الست. يبقى الناتج 6 جذر 2 على 5. ده الناتج النهائي. طيب تعال ناخد مثال يلم الكلام اللي احنا قلناه ده كله. لو جيت تبص لمثال رقم 6 بيقول لك ايه؟ إذا كانت الإكس سالب 4 جذر 3 والواي بجذر 3
والزد بالجذر التكعيبي للخمسة. الراجل عايز مني يا اولاد، الراجل عايز مني اكس زائد واي. هنعمل ايه؟ ركز معايا قوي في اللي هيتقال دلوقتي. طيب الراجل هنا في المطلوب الاول طالب ايه؟ طالب اكس زائد الواي. هنشتغل ازاي؟ والله الاكس بسالب 4 جذر 3 الواي بجذر 3. هنجمعهم ازاي؟ والله يا مستر دي حدود متشابهه. طريقه الجمع هتتم ازاي؟ هنجمع المعامل مع المعامل، هنثبت الجذر ونجمع المعاملات. سالب 4 وموجب 1 يبقى سالب 3. يبقى ناتج المسألة الأولى هيبقى سالب 3 جذر 3. طيب المسألة الثانية الراجل عايز اكس في واي. ازاي هنجيب اكس في واي؟ والله يا مستر الاكس سالب 4 جذر 3، عايز اضربها الواي بكام؟ بجذر 3. بنضرب ازاي؟ بنضرب المعامل في المعامل والجذر في الجذر. سالب 4 في 1 بسالب 4، جذر 3 في جذر 3 ب3، اللي يطلع نضربهم في بعض. سالب في موجب بسالب، 4 في 3 بكام؟ 4 في 3 ب 12. ده بالنسبة لأول مسألتين. يبقى المسألة دي اتحلت ودي اتحلت. المسألة الأولى اتحلت سالب 3 جذر 3، والمسألة الثانية اتحلت بسالب 12. طيب خلينا ناخد كده مثال 3. عايزين نحل مسألة 3، ومسألة 3 فيها اسمه. الراجل بيقول لك اكس على 2 واي. طيب ملوني كده الاكس بكام؟ لو جينا نبص الاكس سالب 4 جذر 3، 2 واي. الواي بكام يا مستر؟ الواي بجذر 3. يبقى معلش في الكلمة هتبقى هنا 2 في جذر 3. طريقة القسمة بتتم ازاي؟ لو في حاجة في البسط في حاجة شبهها في المقام، الاتنين دول بيطيروا مع بعض، يبقى جذر 3 هتطير مع الجذر 3. طيب وبنقسم الأرقام اللي اتبقت على بعض، يعني سالب 4 على الاتنين هننزل السالب عادي ونقسم 4 على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الناتج النهائي سالب 2. طيب تعال ناخد المثال 4 وده مثال حلو. الراجل بيقول لك 2 اكس ناقص زد أس 3. هنحسبها ازاي؟ ادي 2، هي الاكس بكام؟ والله يا مستر الاكس بسالب 4 جذر 3. هنضربهم في بعض والناتج اللي يطلع هنقول ناقص الزد أس 3. طب هي الزد بكام؟ الزد يا مستر بالجذر التكعيبي للخمسة. يبقى الجذر التكعيبي للخمسة الكل أس 3. تاخد بالك من حاجة مهمة جدا بقى. ايه هي؟ لما اجي اضرب رقم في جذر او رقم في سالب 4 جذر 3، طريقة الضرب بتتم ازاي؟ اول حاجة بضرب الاشارات في بعض، بعد كده هضرب المعاملات والجذر ينزل زي ما هو. يبقى موجب في سالب بسالب، يبقى موجب في سالب بسالب، 2 في 4 ب 8، وجذر 3 ينزل زي ما هو، ناقص لو عندك جذر تكعيبي أس 3، الجذر التكعيبي هيطير مع التكعيب، يتبقى هنا 5. طيب بالنسبة للمسألة دي يا مستر هل في تبسيط أكتر من كده؟ لا. ليه؟ لأن دي سالب 8 جذر 3 ناقص 5. يبقى في الحالة دي يا شباب المسألة بتاعتي سالب 8 جذر 3 ناقص 5.
ده بالنسبه للجمع والطرح والضرب والكلام ده، وخدنا كمان القسمه. هندخل دلوقتي على حاجه في غايه الاهميه، الا وهي خواص العمليات على الاعداد الحقيقيه. طبعا العمليات الحقيقيه ليها خواص. ايه هم الخواص دي يا اولاد؟ 5 خواص. هناخد العمليات على الجمع، هناخد الخواص على الجمع، وناخد الخواص على الايه؟ على الضرب، وناخد الخواص على الايه؟ على الضرب. طيب واحده واحده معايا. خلينا الاول في الجمع. اول خاصيه اسمها خاصيه الانغلاق. ايه خاصيه الانغلاق دي يا مستر؟ ركز معايا. لو انا جيت قلت لك وليكن جذر 3 لو انا جيت قلت لك جذر 3 زائد 2 جذر 3، الناتج هيبقى كام؟ والله يا مستر احنا بنثبت الجذر ونجمع المعاملات، يبقى هجمع 1 زائد 2 3، يبقى في الحالة دي الناتج ب3 جذر 3. ايوه يا مستر، ايه بقى حوار الانغلاق ده؟ والله يا مستر الانغلاق ده بيتكلم في ايه؟ ان انا لو مثلا عندي العدد الاول ده، لو عندي العدد الاول ده وليكن هنسميه ايه، وعندي العدد الثاني هنسميه بي. لو انا جمعت الاي مع البي، الناتج الجمع هيساوي مثلا وليكن سي. السي ده يا شباب بينتمي لار. يبقى في الحاله دي خاصيه الانغلاق دي نفهمها ازاي؟ ان انت لو عندك عدد حقيقي، جمعته مع عدد حقيقي، يبقى الناتج هيبقى عدد حقيقي، وبالتالي خاصيه الانغلاق هتكون متحققه. يبقى تاني، ايه حوار خاصيه الانغلاق ده؟ خاصيه الانغلاق ان انت لو عندك عدد زي ايه جمعته مع البي، الناتج وليكن طلع سي مثلا، اي رمز، اهو السي ده بقى بينتمي لار، وبرضه الاي والبي بينتموا لار. طيب الخاصيه الثانيه هي خاصيه الابدال، وخاصيه الابدال دي مش جديده علينا، خدناها قبل كده. ايه خاصيه الابدال دي يا مستر؟ خاصيه الابدال لو انت مثلا عندك عدد زي ده جذر 2 زائد 3 جذر 2، هي لو جيت قلت 3 جذر 2 زائد جذر 2، ما يحصلش حاجه لو بدلنا العناصر مع بعض، هي الناتج في الاخر هيبقى 4 جذر 2. بنثبت الجذر ونجمع المعاملات. ده بالنسبه لخاصيه الابدال، بنبدل. الخاصيه الثالثه الا وهي خاصيه الدمج. وخاصيه الدمج دايما يا شباب بتبقى خاصه بثلاث عناصر. لو انا جيت قلت لك العنصر A زائد B، واللي يطلع تجمعه مع C، هي لو انا قلت هجمع البي والسي مع بعض، واللي يطلع اجمعه مع الاي. يعني لو خدت اول عنصرين جمعتهم والناتج اللي طلع جمعته مع الثالث، هي لو خدت اخر اتنين جمعتهم مع الاول. تمام؟ ده بالنسبه لخاصيه الدمج. الخاصيه الثالثه، الخاصيه الرابعه، توزيع الضرب على الجمع. طبعا انا فكرتك بالمساله دي لما اجي اقول لك مثلا 4 في 3 زائد جذر 5، كنا بنعمل ايه؟ بنوزع الاربعه على الثلاثه والاربعه على جذر 5. 4 في 3 ب 12 زائد 4 في جذر 5 ب 4 جذر 5. يبقى في الحاله دي خاصيه الرابعه اللي هي خاصيه توزيع الجمع. طيب انا عايز كله يركز معايا في اللي جايه دي بقى لانها مهمه جدا. في عندنا خاصيه اسمها خاصيه المحايد الجمعي. ما هي خاصيه المحايد الجمعي؟ خاصيه المحايد الجمعي لو انا مثلا عندي عدد زي الثلاثه، جيت قلت لك 3 زائد كام يدينا 3، هترد عليا وتقول لي يا مستر 3 زائد صفر. يبقى انا لو عندي عدد جمعته
على عدد يدينا نفس العدد، يبقى الرقم اللي انا جمعته ده هو الصفر. يبقى الصفر ده بنسميه يا شباب، بنسميه محايد جمعي. يبقى المحايد الجمعي هو الصفر. المحايد الجمعي هو الايه؟ الصفر. ده المحايد الجمعي. طيب ايه خاصية المعكوس؟ لما اجي اقول لك سالب 3 زائد نقط يدينا صفر، والله يا مستر في خاصية بتقول ان العدد زائد معكوسه الجمعي يساوي صفر. يبقى في الحالة دي سالب 3 زائد معكوسها الجمعي يدينا صفر. طب يا مستر هو المعكوس الجمعي للسالب 3 ايه؟ هنغير الإشارة. يبقى المعكوس الجمعي بنغير الإشارة. لو مثلا سالب 3 يبقى معكوسها 3. خد مثال كمان، لما اجي اقول لك 2 زائد نقط يدينا صفر، والله يا مستر لما اجي اجمع اي عدد ومعكوسه يدينا صفر. 2 زائد كام يدينا صفر؟ 2 زائد سالب 2. ده بالنسبة للمعكوس الجمعي. طيب دي بالنسبة للخاصية الثابتة. طيب نفس الكلام هنشتغل عليه في الضرب. أول خاصية اسمها خاصية الانغلاق. لو أنا مثلا جيت قلت لك A ضرب B، الناتج اللي هيطلع C مثلا أو أي رمز تاني، الناتج اللي هيطلع مثلا وليكن E، أهو الإي ده بينتمي لR. يبقى في الحالة دي بنسمي العملية دي منغلقة في R، عشان كده بيسموها خاصية الانغلاق. طيب تاني حاجة خاصية الإبدال. طبعا مش محتاج أقول لك إن 3 في 2 هي 2 في 3، صح الكلام؟ يبقى دي خاصية الإيه؟ خاصية الإبدال. طيب خاصية الدمج، لو أنا عندي عدد زي A مضروب في B مضروب في C، لو أنا خدت أول عنصرين مع بعض ضربتهم واللي طلع ضربته في C، هي لو أنا خدت آخر عنصرين مع بعض واللي يطلع ضربتهم في A. ده بالنسبة لخاصية الدمج. بالنسبة لخاصية المحايد، احنا دلوقتي هنشتغل على المحايد الضربي. لو انا جيت قلت لك 3 في نقط يساوي 3، تقول لي يا مستر 3 في 1، يبقى الواحد ده اسمه محايد ضربي. يبقى ما هو المحايد الضربي؟ هو العدد لما يتضرب في عدد يدينا نفس العدد. يبقى ده المحايد الايه؟ الضربي. يبقى ركز، في عندنا حاجة اسمها محايد جمعي وهو الصفر، وفي عندنا محايد ضربي وهو الواحد. الحتة دي مهمة قوي. طيب ايه بقى موضوع المعكوس الضربي؟ لو انا عندي عدد زي نص 1/2، عايز اضربه في عدد يدينا 1. لما اجي اقول لك نص في كام يدينا 1؟ والله يا مستر اما اضرب اي عدد في معكوسه الضربي يدينا 1. طب المعكوس الضربي بيجي ازاي؟ بنشقلب الكسر، مش دي 1/2، يبقى احنا هنضربها في 2/1. يبقى المعكوس الضربي بنشقلب الكسر، نشقلب الكسر. تمام؟ طيب خلينا ندخل على امثله توضح ده. رقم 1 بيقول لك اوجد ناتج كل مما ياتي في ابسط صوره. بيقول لك 2 جذر 3 مضروبه في 4 زائد جذر 3 ناقص 4 جذر 3. اول خطوه هنعملها هنمسك 2 جذر 3 نوزعها هنا وهنا. عايزين نضرب 2 في جذر 3 في 4. اول حاجه هنعملها هنضرب 4 في 2. 4 في 2 ب 8 وجذر 3 تنزل زي ما هي. طيب عايزين نضرب 2 جذر 3 في جذر 3، بنوزعها ازاي؟ هنضرب المعامل في المعامل والجذر في الجذر. 2 في 1 ب2، طبعا هنحط موجب لان الاشاره هنا موجب. يبقى 2 في 1 ب2، جذر 3 في جذر 3 ب3، واللي يطلع نضربهم في بعض. بعد كده نعمل ايه؟ هنطرح 4 ناقص جذر 3. طيب تعالى نبسط المسألة دي أكتر.
طيب لو جيت تبص 8 جذر 3 و4 جذر 3 دي حدود متشابهة ممكن يتجمعوا مع بعض. هنثبت الجذر ونجمع المعاملات. 8 ناقص 4 4 يبقى الناتج 4 جذر 3 زائد 2 في 3 بكام؟ ب6 يبقى الناتج النهائي 4 جذر 3 زائد 6. ده بالنسبة للناتج ايه يا اولاد؟ النهائي. طب تعالى ناخد مسألة كمان. الراجل هنا عايز يضرب القوس ده في القوس ده. هنوزع جذر 7 في 2 جذر 7 وجذر 7 في 3. سالب 1 في 2 جذر 7 وسالب 1 في 3. أول خطوة بنضرب المعاملات. يبقى هنضرب 1 في 2. والله الواحد في 2 ب2. جذر 7 في جذر 7 ب7. اللي يطلع نضربهم في بعض. طيب عايزين نضرب جذر 7 في 3. والله جذر 7 في 3 يبقى 3 جذر 7. تمام. هنضرب بقى سالب 1 في 2 جذر 7. هنضرب سالب في موجب بسالب. 1 في 2 ب2 والجذر ينزل زي ما هو. يلا سالب في موجب بسالب. 1 في 3 بكام؟ ب3. تعال بقى نخلص العملية دي. 2 في 7 ب14. 3 جذر 7 وسالب 2 جذر 7. هنثبت الجذر ونجمع المعاملات بالإشارات. 3 ناقص 2 كام؟ 1. يبقى 1 جذر 7. يبقى 3 جذر 7 ناقص 2 جذر 7 يدينا جذر 7. وهنا ناقص 3. لو جينا نبص 14 وسالب 3 ممكن نجمعهم مع بعض لأن دي حدود متشابهة. 14 ناقص 3 يبقى 11. يبقى 11 زائد جذر 7. يبقى الناتج النهائي للمسألة 11 زائد جذر 7. المثال رقم 3 مسألة مهمة جدا. لو أنا عندي قوس مرفوع لأس 2 بالشكل اللي قدامنا ده. 2 جذر 5 ناقص 5 الكل أس 2. والله القوس اللي مرفوع لأس 2 بيتفك ازاي؟ بنقول ربع أول ربع تاني 2 في الأول في التاني. اتنين في الأول في التاني يدينا الحد الوسطاني. يبقى ربع أول ربع تاني 2 في الأول في التاني يدينا الحد الوسطاني. يعني إيه بقى الكلام ده يا مستر؟ ركز لي قوي في اللي جاي. لما أجي أقول لك 2 جذر 5 ناقص ناقص 5 الكل أس 2. ده بيتفك إزاي؟ أول حاجة هنعملها هنربع الأول. طيب فيبقى 2 جذر 5 الكل أس 2. مربع الأخير 5 أس 2 ب25. يبقى ركز معايا. مربع الأول 2 جذر 5 الكل أس 2. مربع الأخير 25 ودايما بتبقى إشارته موجب. طيب 2 في الأول في التاني. بنضرب يا أولاد 2 في الحد الأول في الحد التاني. طب هنضرب ده إزاي؟ تعال نضرب الأول. مبدئيا الإشارة دي لو سالب يبقى الإشارة هنا تتحط سالب. تمام؟ طيب تعال نضرب 2 في 5 ب10. 10 في 2 جذر 5 يدينا 20 جذر 5. يبقى تاني ربع أول تبقى 2 جذر 5 أس 2. ربع تاني تبقى 5 أس 2 ب25. 2 في الأول في التاني يعني 2 في 5 في 2 جذر 5. 2 في 5 ب10. 10 في 2 ب20 والجذر 5 تنزل زي ما هي.
طيب تعال كده نفك المسألة دي ونبسطها. 2 لما تتربع هتبقى 4، جذر 5 اما تتربع هتبقى 5، نضربهم في بعض. ناقص 20 جذر 5 زائد 25، نضرب دول في بعض. 4 في 5 20، ناقص 20 جذر 5 زائد 25. لو جينا نبص للعددين دول 20 و25 دول شبه بعض فممكن يتجمعوا. 20 زائد 25 يبقى 45، والرقم ده ينزل زي ما هو يبقى سالب 20 جذر 5. يبقى الناتج النهائي يا شباب 45 ناقص 20 جذر 5. الراجل بيقول لي في المثال اللي بعد كده اوجد في أبسط صورة المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي لكل من الأعداد الآتية. ركز معايا في الحتة دي قوي قوي قوي. ازاي بجيب المعكوس الجمعي؟ والله يا مستر المعكوس الجمعي بنغير الإشارة. المعكوس الجمعي هي 3 جذر 2، يبقى معكوسها الجمعي سالب 3 جذر 2. طيب ده بالنسبة للمعكوس الجمعي. المعكوس الضربي بقى، لا استنى، المعكوس الضربي المفروض كنا بنشقلب صح؟ صح. طب العدد الأول كام؟ 3 جذر 2. لما اجي اشقلبه هو ملوش مقام، يبقى مقام 1. نيجي نشقلبه بقى، بدل ما هو 3 جذر 2 على 1، لا هيبقى 1 على 3 جذر 2. شقلبنا بس. ده العدد اللي هو 1 على 3 جذر 2. هنعمل ايه عشان نخلص من الجذر؟ اتفقنا في اول الحصه بنضرب في الجذر بسطا ومقاما. طب دي جذر 2، يبقى انت هتضرب في جذر 2 على جذر 2. طب تعالى نطلع الناتج. 1 في جذر 2 بجذر 2. طب وتحت؟ اما نيجي نضرب 3 في 1 ب3، جذر 2 في جذر 2 ب2، واللي يطلع نضربهم في بعض يبقى فوق جذر 2 وتحت 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى جذر 2 على 6 ده الناتج النهائي. طيب الراجل بيقول لي في المسألة دي عايزين نجيب المعكوس الجمعي ل2 ناقص جذر 3. والله يا مستر المعكوس الجمعي بنغير الإشارة. طب هي 2 ناقص جذر 3، نغير الإشارات كلها تبقى سالب 2 زائد جذر 3. ده بالنسبة للمعكوس الجمعي. طب عايزين المعكوس الضربي. والله يا مستر احنا قلنا المعكوس الضربي بنشقلب، يبقى المعكوس الضربي بنشقلب. طب هي العدد بتاعها كان كام؟ العدد بتاعنا كان 2 ناقص جذر 3، ده مقامه 1. هنشقلبه بقى فيبقى 1 على 2 ناقص جذر 3. واحنا اتفقنا ما ينفعش يبقى في جذر في المقام، يبقى هنضرب في المرافق بسطا ومقاما. وركز لي بقى في المرافق ده. احنا خدنا العددان المترافقان دول السنة اللي فاتت، وقلنا مثلا لو جيت قلت لك 2 ناقص جذر 3، العدد ده المرافق بتاعه زيه بالظبط بس مع تغيير إشارة الأوسط. يعني 2 ناقص جذر 3 معكوسها مرافقها 2 زائد جذر 3. ده بالنسبة للمرافق. طب يا مستر احنا عايزين نخلص من الجذر اللي في المقام ده، بنعمل ايه؟ هنضرب في المرافق بسطا ومقاما. طب هو المرافق بتاع العدد ده كام؟ 2 ناقص جذر 3 المرافق بتاعها 2 زائد جذر 3، وهنا برضو 2 زائد جذر 3. هنضربهم في بعض ازاي؟ أول حاجة بنضرب 1 في أي حاجة يدينا نفس الحاجة، يبقى 2 زائد جذر 3. طيب بنضرب العددين المترافقان دول ازاي؟ بنضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني. 2 في 2 ب4 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى تحت في المقام 4 ناقص 3.
طب ما هي 4 ناقص 3 كام اصلا؟ 4 ناقص 3 1. فممكن نكتبها كده 2 زائد جذر 3 على 1 اللي هي 2 زائد جذر 3. ده بالنسبه للجزء الاول في الدرس الثالث. ان شاء الله اشوفكم الحصه الجايه باذن الله.